ربك؟ جواب: ربي الله الذي رباني. سؤال: من نبيك؟ جواب: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما دينك؟ جواب: دين الإسلام. سؤال: لماذا خلقنا الله تعالى وما الدليل؟ جواب: لعبادته وحده، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سؤال: ما أعظم واجب علينا؟ جواب: توحيد الله. سؤال: ما هو التوحيد؟ جواب: إفراد الله تعالى بما يستحق. سؤال: كم أنواع التوحيد؟ جواب: أنواعه ثلاثة. سؤال: اذكر أنواع التوحيد. جواب: هي توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. سؤال: ما أعظم الذنوب؟ جواب: الشرك بالله. سؤال: ما هو الشرك؟ جواب: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. سؤال: أين الله وما الدليل؟ جواب: الله في السماء. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. سؤال: ما معنى الإسلام؟ جواب: الاستسلام والانقياد لله بعبادته والطاعة. سؤال: كم أركان الإسلام؟ جواب: أركان الإسلام 5. سؤال: اذكر هذه أركان الخمسة. جواب: هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان لمن استطاع إليه سبيلا. سؤال: ما الدليل على هذه الخمسة؟ أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. سؤال: كم أركان لا إله إلا الله؟ جواب: ركنان. سؤال: اذكر هذين الركنين. جواب: النفي والإثبات. سؤال: كم شروط لا إله إلا الله؟ جواب: هي 7. سؤال: اذكر هذه 7. جواب: هي العلم واليقين والقبول والانقياد والإخلاص والصدق والمحبة. سؤال: ما معنى محمد رسول الله؟ جواب: أي أرسله الله تعالى للناس كافة بشيرا ونذيرا. سؤال: ما اسم النبيين؟ جواب: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. سؤال: ما الواجب علينا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جواب: وجب علينا اتباعه وحبه والصلاة عليه. سؤال: كيف نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جواب: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سؤال: ما هي الصلاة؟ جواب: هي التعبد الله بأقوال والأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. سؤال: ما الإيمان؟ جواب: الإيمان قول باللسان واعتقاد بقلب وعمل بالجوارح. سؤال: كم شعب الإيمان؟ جواب: الإيمان 70 شعبة. سؤال: ما أعلى مراتب الإيمان؟ جواب: أعلاها قول لا إله إلا الله. سؤال: ما أدنى مراتب الإيمان؟ جواب: إمادة الأذى عن الطريق. سؤال: ما معنى الإسلام بالملائكة؟ جواب: الاعتقاد الجازم بأن الله الملائكة. سؤال: من ماذا خلق الله الملائكة؟ جواب: خلق الله الملائكة من نور. سؤال: كم عدد الملائكة؟ جواب: عددهم لا يحصيه إلا الله. سؤال: كم الملائكة؟ جواب: منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل. ما شاء الله، ما شاء الله، تبارك الله. سؤال: من خلفاء الراشدون؟ جواب: خلفاء الراشدون أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي
المبشرين بالجنة؟ جواب: 10 المبشرين بالجنة: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، زبير بن عوام رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه، سعيد بن زيد رضي الله عنه. سؤال: من هن أمهات المؤمنين زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ جواب: خديجة بنت خليل رضي الله عنها، عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، سودة بنت زمعة رضي الله عنها، حفصة بنت عمر رضي الله عنها، زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، أم سلمة رضي الله عنها، زينب بنت جحش رضي الله عنها، جورية بنت الحارث رضي الله عنها، أم حبيبة رضي الله عنها، صفية بنت حيي رضي الله عنها، ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. سؤال: كم عدد أطفال النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ جواب: عددهم 7. سؤال: اذكر. جواب: قاسم، عبد الله، إبراهيم، زينب، رقية، كلثوم، فاطمة. سؤال: نسبه شريف محمد صلى الله عليه وسلم؟ جواب: محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد مطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قسي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن متركة بن إلياس بن نضر بن نزار بن معد بن عدنان